حماية عمال على بطال كده يبص لي في الراحه وفي الجاي. بس انا عذراه طبعا. عذراه. زي ما انت شايف كده حضرتك انا جميله وكل الناس لازم تبص لي، بس مش ما تجيش من حماية يعني. انت مريضه مش جميله، انت بني ادمه مريضه. حماكي بريء من التهمه اللي بتتهميه فيها. طالما حضرتك بتقولي كل العالم بتبص لي وفي الرايحه والجايه كلهم، يبقى انت كده انت مغروره ومريضه. انت بني ادمه عاوزه تروحي تعملي روحك انت فاضيه، انت مخوخه من جوه، انت عامله زي الطبله صوتها عالي لكن هي من جوه كده فاضيه. لا لا لا، انت مريضه، انت محتاجه تتعالجي. يعني حماكي بريء من التهمه اللي بتتهميه فيها، وجوزك لما يعرف ممكن بغباء منه وبتخلف يسمع كلمتين جاهلين منك يروح يتعارك مع ابوه ويعمل مشكله مع ابوه، وابوه بريء من التهمه دي. لان انت اللي خلاكي قلت بقى كل العالم في الرايحه والجايه، مش بتقولي كده؟ ايوه طبعا. كلهم بيبصوا عليا. اه. حضرتك مش شايف اللي انا فيه ولا ايه؟ انا شايف واحده مريضه، شايف واحده مخوخه، شايف واحده فاضيه، شايف واحده حياتها فاضيه. فهي بتجيبها لشويه مكياجات ودنيات و... شايف واحده صناعيه، مش واحده طبيعيه. يعني انت لا تستحق ان تكون زوجه ولا ام ولا بنوته محترمه طالعه من بيت محترم. بالك قد ايه مع جوزك؟ سنه ولا اقل ولا اكتر؟ هي سنه وكام شهر كده. سنه وجوزك حماكي بقى يبص لك وجيرانك وجيرانه والدنيا. انت ما طلعتوش بالبيضه، عيب. عيب، احترم ربنا، احترمي، قدري العالم اللي طالعه من بيتهم وقدروا العالم اللي عايشه في بيتهم، عشان العالم تحطك في عينيها. اللي انت بتقولي ده يخرب بيوت، يخرب بيوت. ارجعي لربك، عيب. عيب انت عيله صغيره ما تفكرش بالطريقه دي، عيب. شكرا قوي يا استاذ.